مرحبا متابعينا. رح نحكي توقعات الحلقة 11 الإعلان الثالث. بتمنى أنه تتابعوني للأخير. الإعلان الثالث بدأ بمشهد صادم لدجلة على الأرض. كانت عيونها مسكرة وجسمها بلا حركة، وإركان كان عم يهزها بخوف. كان عم ينادي اسمها بصوت مكسور وكأنه خايف يخسرها للأبد. صوته كان مرتجف ودموعه واضحة. بعدها لقطة قريبة لوجه دجلة وشفايفها باهتة نفسها خفيف وكأنه بين الحياة والموت. صوت الإسعاف كان عالي والجو كله توتر، والكل عم يركض وكل شي عم يصير بسرعة. نقلوها عن نقالة، وإركان كان ماشي حدها وما ترك إيدها وكأنه متمسك فيها لآخر لحظة. بعدها ظهر فيرمان بمشهد بارد. كان واقف بعيد وعم يراقب الوضع، ووجهه كان بدون تعبير. قال جملة غامضة، قال إنه هذا بس البداية وإنه القادم أعنف. وكان واضح إنه مخطط لشيء أكبر. فريدة ظهرت وهي عم تبكي وكانت منهارة وعم تقول إنه هي السبب وعم تلوم حالها. جيفان حاول يهديها وقال إنه مو وقت اللوم ولازم يركزوا على إنقاذ دجلة، بس هي ما كانت عم تسمع. بعدها لقطة لغرفة العمليات والأطباء حول دجلة والكل عم يحاول ينقذها، والجو مشحون. جهاز نبض القلب عم يشتغل وصوته عالي وبطيء أحيانا، وهالشي زاد التوتر. إركان واقف برا وعم يضرب الحيط وغضبه واضح وحزنه كبير. تذكر لحظة القبلة واللحظة اللي كانت بداية كل شي، وندم إنه ما حماها وحس بالذنب. بعدها لقطة مفاجأة. دجلة فتحت عيونها شوي بس بشكل ضعيف وكأنه عم تقاوم. قالت كلمة واحدة وهمست باسم إركان، وبعدين رجعت سكتت. وهالشي كان صادم. الطبيب طلع برا وطلب يحكي مع إركان، وملامحه ما كانت مطمئنة وكأنه في خبر صعب. قال إنه حالتها حرجة ولازم يستعد للأسوأ. وهالجملة كسرت إيركان وخلته ينهار. بعدها ظهر فيرمان مرة تانية عم يحكي مع شخص مجهول وعم يعطي أوامر جديدة وكأنه ما اكتفى. قال إنه بده ينهي كل شي بدون أي تراجع وإنه ما حدا رح يوقفه. وكان واضح إنه فقد السيطرة. فريدة اكتشفت معلومة جديدة من الأوراق القديمة وكانت صادمة جدا ومربوطة بدجلة. ركضت لعند إركان، قالت له الحقيقة إنه دجلة مو بس ضحية بل مفتاح السر كله. إركان انصدم وما عرف كيف يرد، وكل شي بلش يترابط بطريقة مرعبة. بعدها لقطة لماضي دجلة وهي صغيرة وعم تبكي وعم تطلب المساعدة. حدا أخدها من إيدها وسحبها بعيد وكأنه عم يخبيها أو يهرب فيها. رجعنا للحاضر والجو مشحون والكل بحالة توتر وما حدا فاهم الصورة كاملة. جيفان قرر يتحرك وراح يدور على الحقيقة بدون ما يخبر حدا، وكان مستعد يخاطر. ام إركان دعت وكانت عم تبكي وعم تطلب انه دجلة تعيش
وكان المشهد مؤثر. فجأة جهاز القلب صفر وصار الصوت مستمر، وبهاللحظة كانت صدمة والكل انشل. الأطباء ركضوا بسرعة وحاولوا ينعشوها، وكل ثانية كانت مصيرية ومتوترة. إركان سمع الصوت وركض لجوا رغم إنه ممنوع، وكان بحالة هستيرية. صرخ باسمها وقال لها ترجع وإنه ما تتركه، وكان المشهد موجع. بعدها سكون مفاجئ، وصوت الجهاز اتغير وكأنه في أمل بس مو واضح. الطبيب قال جملة غامضة، قال إنه صار شي غير متوقع، والكل انصدم وما فهم شو قصده. فيرمان ابتسم وكأنه كان متوقع هالشي أو مخطط له، وهون زاد الغموض. فريدة صارت ترجف وكأنها فهمت الحقيقة بس ما قدرت تحكي شي، وكمان خافت. المشهد الأخير كان لدجلة وهي فاتحة عيونها، بس نظرتها كانت مختلفة وكأنه مو نفس الشخص. همست كلمة غريبة، كلمة ما كانت متوقعة، وخلت الكل ينصدم وكأنها بداية سر جديدة. الشاشة اسودت فجأة وترك الإعلان سؤال واحد: مين رجع، دجلة ولا حدا تاني؟ متابعينا، هيك بتنتهي توقعات الثالثة للحلقة 11 من مسلسل أنت من أحببت. بتمنى انه تحطوا اعجاب للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد، ولحتى نقدر نستمر مع بعض. وشكرا، بشوفكم بالتوقعات تبع الحلقة الجاية. شكرا، إلى اللقاء.